السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. تعالوا بقى لو عندكم كده صدر فرخة صغير خالص وكام حبة كده من البطاطس او بطاطسية واحدة كده كبيرة وبصلاية، تعالوا كده نعمل مع بعض وصفة الغدا سهلة وسريعة وكمان اقتصادية وتكفي معاكي كده كل العيلة وبطريقة سهلة وسريعة جدا. نسمي الله كده. اول حاجة انا جبت كده حوالي يعني ربع كيلو كده من البطاطس وسلقتها وقشرتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. وده كده فص كده من صدور الفراخ، يعني حوالي ربع كيلو او ممكن اقل كمان. وكمان بصلايه كده بيضه وقطعتها وحطيتهم كده كلهم في الكبه، وحطيت عليهم حوالي 3 معالق كبار كده هرميين من الفيجيتار، خلطه الفيجيتار اللي انا عاملاها معاكم على القناه، طبعا مشهوره بيها من زمان الحمد لله. هسيب لكم اللينك بتاعها في اول كومنت مثبت تحت الفيديو. حطيت كمان ملح، حوالي معلقه كده صغيره من الملح، وكمان شويه كده من الفلفل الاسود، ما تكتروش عشان ما يغمقش معاكم الوصفه. وهحط كمان رشه كده من البيكنج باودر، حوالي برضو ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر. تمام، مش محتاجين نزود البهارات خالص، يعني انا اكتفيت بالملح والفلفل الاسود وكمان بهارات الفراخ وبس، لاننا طبعا حاطين خلطة الفيجيتار وفيها توابل محترمة جدا. تمام، حطيت كده توابل الفراخ وحاطين كمان 3 معالق كبار من النشا. تمام، ده كده حوالي فص من الثوم المفروم، تقدري تحطيه وتقدري تستغني عنه لو مش بتحبي ريحة الثوم. تمام، انا ساعات بعملها كده وساعات كده، بس بصراحة بحبها من غير توم اكتر. تمام، بعد ما ضربتهم كويس جدا في الكبة بالشكل ده كده، اجيب صينية او طبق كده مسطح ويكون ياخد كده معايا الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده. دي صينية كده صغيرة، وبدأت كده ادهنها بالزيت ودهنت ايدي بالزيت وفضيت كده العجينة على الصينية وفردتها بايدي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسويها بقى كده كويس جدا بحيث كده ان كلها تبقى سمك واحد. وبعد كده بنجيب السكينة وبنقطعها، يعني مش هي كده كده مش بتتقطع، هي بتكون عامله زي العجينه، بس بنحددها كده بالسكينه عشان لما ندخلها في الفريزر وتجمد معانا نقدر كده نفكها او نطلع منها كده قطع بمنتهى السهوله. هقطعها بالسكينه بالشكل ده كده وهدخلها الفريزر لحد ما تجمد معايا تماما. تمام، هي مش بتاخد وقت في التجميد لان هي طبعا سمكها رفيع، بس بيكون فيها سمك بسيط، ما تكونش رفيعه قوي برضو. تمام، هدخلها الفريزر. طبعا ما خدتش وقت لان هي زي ما قلت لكم مش سميكه قوي. تمام، حطيتها في الفريزر كده حوالي نص ساعه لحد ما جمدت، وبعد كده خرجتها زي ما انتم شايفين بيكون شكلها كده. بتطلع معاكي من الصينيه بكل سهوله عشان طبعا احنا دهننا كويس بالزيت، وتقدري كده تحطي كيس بلاستيك تحتها لو حابه. تمام، بتطلع بمنتهى السهوله. انا بس بسلكها كده عشان كنت لسه مخرجاها من الفريزر، لكن لو خرجتيها وسبتيها بس دقيقتين بره الفريزر هتلاقيها بتتفك كده معاكي بسهوله. تمام، هنطلعها كده زي ما انتوا شايفين بتكون كده قطع مربعه بالشكل ده. تقدروا تعملوها بقى كده صوابع مش مربعات زي ما انتوا حابين. تمام، هنبدأ بقى نسويها مع بعض، سهله جدا وبسيطه زي ما انتوا شايفين. الوصفه دي بقى تقدروا تعتبروها كفته، تقدروا تعتبروها ناجتس، يعني ليها مسميات كتير. تمام، ببدأ كده اقليها في الزيت على طول زي ما انتوا شايفين. زيت كده ما يكون مش لازم يبقى غزير قوي، يعني حبة كده زيت محترمين يعني وسط كده. وببدأ اقلي فيهم كده الكفتة بتاعتي او الناجتس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما بنبدأش نقلبها خالص غير لما تطوف على وش الزيت. تمام، اول ما تلاقوها اتنفخت كده وطلعت لفوق يبقى هي كده عاوزة تتقلب. تقلبوها كده بقى على كل الجهات لحد ما تاخد لون ذهبي حلو كده من كل حتة. تمام، زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم طعمها بجد رهيب يا جماعه، وبترمي كده كميه حلوه. دي كده مش كل الكميه اللي انا عملتها، انا قليت بس الطبق ده وعينت الباقي في الفريزر ينفعني طبعا ايه في اللانش بوكس بتاع الولاد بيني وبينكم كده. تمام، زي ما انتوا شايفين حلوه قوي من جوه كده بيكون لونها ابيض، وعايزه اقول لكم طعمها بجد تحفه ومنتهى الجمال. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. تقدروا بقى تقدموها كده جنب رز اصفر او تقدموها كده جنب مكرونه بالصلصه. انا قدمتها كده جنب مكرونه زي ما انتوا شايفين. كل فرد كده بياخد طبق مكرونه وكم قطعه كده من الكفته بتاعتي دي. تمام، بيكون يعني وجبه حلوه جدا ومشبعه وكمان مغذيه جدا. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منه. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو اول مره بتشوفوني، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. وسيبولي كمان كومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.